وفقا لإذاعة آسيا الحرة، قام سكرتير قسم المحفوظات في مقاطعة هيتيان فوبو جيانغ آيشان وسكرتير محافظة يو تي آي لي جيانغ أميتي بمشاهدة الفيلم الوثائقي 4 يونيو على الإنترنت، وتم اعتقالهم وحكم عليهم بالسجن لمدة 11 عاما. ووفقا للتقرير تم تصنيف الاثنين على أنهما في الواقع معارضان، لأنهما لم يتحدثا في اجتماع التعبئة ضد شينجيانغ في مكافحة التطرف والانفصالية، وتم تعذيبهما من قبل الحكومة. وقد أعرب السكان المحليون عن حزنهم لاعتقال الرجلين، وقال السكان إن الرجلين يحظيان باحترام كبير في المنطقة المحلية، وأن الحكومة اعتقلتهما من غير ارتكاب أي جريمة تذكر، وأن اعتقالهما جاء بسبب أنهم من الإيغور فقط. يذكر أن الرجلين معتقلين منذ أغسطس 2016 عندما تم تعيين تشين يان سكرتيرا لمنطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم تركستان الشرقية، وبدأ بقمع الإيغور بشكل غير مسبوق. قام الرسام الإيغور الشهير هاشم كوبال من آسيا الوسطى بعرض فني شخصي لمدة أسبوع واحد من 25 وحتى 31 من مايو في ستوكهولم سويسرا، حيث أعطت الحكومة المحلية دعما كبيرا لهذا المعرض، وكان المعرض ناجحا للغاية، وقد لفت انتباه السكان المحليين للإيغور في تركستان الشرقية ولعب دورا كبيرا في فهم ثقافة الإيغور في العالم. تم اجتماع لوزراء مالية مجموعة منظمة الدول السبع ومحافظو البنوك المركزية في منتجع ويستلر للتزلج في كندا بعد 3 أيام من النقاش، وبعد قرار الحكومة الأمريكية فرض ضرائب جديدة على منتجات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك هذا الشهر. قرر الوزراء معارضة هذه الضرائب بشدة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الضرائب. وفي بيان صدر بعد الاجتماع قالت مجموعة الدول السبع إنها طالبت وزير الخزانة الأمريكي موكوشين بنقل رسالة قلق وإحباط للرئيس الأمريكي من الضرائب الجديدة، وأن مجموعة الدول السبعة تأمل في تجنب اندلاع حرب تجارية داخل المجموعة. وفقا لوكالة AFP، في نفس اليوم الذي أدى فيه رئيس وزراء إسبانيا الجديد سانشيز اليمين الدستورية، أعلنت الحكومة الجديدة في كاتالونيا أن رئيس كاتالونيا كيم تورا طلب إجراء محادثات مع سانشيز. ووفقا للدستور الإسباني يعتبر هذا الإجراء بمثابة رفع مدريد تحكمها في منطقة كاتالونيا. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الممرضة رزان النجار 21 عاما، وذلك بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليها أثناء قيامها بعلاج الجرحى في خان يونس جنوب قطاع غزة، وقد شارك الآلاف من الفلسطينيين في تشييع جنازتها. زعمت الصحف الألمانية أن منظمة حلف شمال الأطلسي تخطط لإنشاء قوة قوامها 30,000 جندي بمهارات عسكرية كبيرة واستجابة سريعة في غضون 30 يوما، وتتمتع بجميع القدرات العسكرية والاستجابة في غضون فترة قصيرة من الزمن. قال مراسلنا في طخشبند أوزباكستان إن المسلمين يؤدون الشعائر الدينية في رمضان بخشوع تام، وتقام صلاة التراويح بعد الإفطار، وأن الجميع يرغب في الحصول على ثواب الشهر الفضيل. ويذكر أن الهيئة الدينية في أوزباكستان اختارت 200 رجل دين لقراءة القرآن والصلاة في التراويح بصوت جميل في مختلف المساجد.